وبكده يبقى عندنا احلى سماش برجر في الدنيا كلها. يلا بسرعه ادخلوا شوفوا الفيديو بالكامل على قناتي، قناه مطبخ فاطمه. واوعوا ننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. عندنا اللحمه اهي، جبناها نص كيلو من عند الجزار. اللحمه مش حاطه عليها اي حاجه خالص، متصفيه كويس جدا وماسكه نفسها زي ما احنا شايفين اهو. وانا لما باجي اجيب اللحمه المفرومه عند الجزار بقول له مش عايزاها تكون حمرا خالص ولا فيها دهون كتير، يعني فيها نسبه دهون بسيطه. هنجيب اللحمه كلها هنعمله فيها من غير ما نحط اي اضافات خالص. هنبدا نكورها كور صغيره، ممكن النص كيلو يعمل لك 6 كور. تعالوا نشوف ازاي بعد ما نكور اللحمه. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. هبدا اجيب كده الكور صغيره، بس مش صغيره قوي، يعني الحجم ده كويس. خلي بالنا ان هي بتكش شويه. انا كمان مراعيه انه الفينو بتاعي مش كبير قوي يعني. هنشوفه دلوقتي واحنا شغالين. ادي الكوره. طبعا طريقه سهله جدا وسريعه قوي، وطبعا مغذيه، وعامله بالنسبه للولاد زي ما يكونوا طلبوا اوردر من بره، بس طبعا بنظافه اكتر والتوفير ما حصلش. احنا برضو زي ما احنا شايفين، احنا الفتره دي في الزمن بتاعنا ده مع ولادنا بنحاول نتشقلب عشان نطلع الحاجات اللي بياكلوها بره في البيت عشان تبقى نظيفه وتبقى اوفر. زي ما احنا شايفين اهي كده، هو الحجم ده كويس. اهم حاجه نكون مصفينها كويس جدا من الدم، تمام، وتكون ماسكه نفسها. انا عندي شكلها هتطلع 6 قطع مش 7، دول كده هم 5. تمام، يبقى احنا كده عارفين ان النص كيلو حلو قوي ان هو يطلع 6 قطع. ما نتغرش في ان الكوره كبيره، لان هي برضو بتكش وبتنزل الدهون بتاعتها وهي بتستوي على في الطاسه. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي اهو، زي ما احنا شايفين زي الفل. لو انت حاسه انه مش ماسكه نفسها قوي، احتياطي حطيها في التلاجة 10 دقايق او ربع ساعه، لكن انا بالنسبه لي شايفه ان الدنيا تمام فهشتغل على طول. طيب كده احنا جهزنا اللحمه عندنا على طول على الطاسه. هنبدا نجيب البصل بتاعنا عشان نقطعه. جبت بصلتين حجمهم وسط، يعني مش كبير قوي مش صغير زي ما احنا شايفين. هقطعهم واقطعهم شرايح عشان يبقى متكرمل كده. البصل عندي اتقطع اهو زي ما احنا شايفين شكله تمام. يلا بينا دلوقتي هبدأ بخطوة خطوة. اول خطوة هعمل البصل في سنة زيت على الطاسة. هنحط شوية زيت، تمام زي ما احنا شايفين كده. حطيت الزيت اهو في الطاسة، مستنية بس يعني يسخن السنة. هبدأ انزل بالبصل. هحط سنة صغيرة قوي ملح وفلفل، سنة هفوة عشان بس البصل ما يبقاش عامل ريحة زي ما احنا شايفين اهو. هبدأ اقلب. بحط هفوة سكر عشان بتساعد لي انه يبقى متكرمل حلو. كده بدأ يدبل معايا سنة. هستنى عليه هفوة سيكة تاني، يعني اقل من دقيقة كده، وانزل بالمية بتاعتي سنة صغيرة.
الموضوع ده بقى بيودي السماش برجر في حته تانية خالص يعني. عايزه اقول لكم كمان ان ميزه السماش ان هو سريع من غير اي تحضيرات، واي حاجه عندك عايزه تحطيها خضار خضروات يعني او صوص او اي حاجه دي براحتك انت، حتى نوع الجبنه براحتنا. هنزل دلوقتي بالميه سنه صغيره قوي يا جماعه، بس كده. متهيألي من المنظر كده انتوا شامين الريحه. بسرعه نعمل لايك وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل حاجه. اللي لسه ما عملش يعمل ده بسرعه مش هتندموا. كده خلاص بقى عندي البصل متكرمل وزي الفل، ما استناش عليه اكتر من كده. هبدا ارفعه وانقله في اي حاجه دلوقتي مؤقتا. دلوقتي انا هحضر عندي العيش. تمام، انا فتحته كل واحد كايزر نصين. هنزل بالزبده بتاعتي. الخطوه دي مهمه جدا في الطعم بتاع الموضوع، اهم من الشغل ظبط الشغل. ممكن نجيب ريتش بيك او اي كايزر من الفرن زي ما احنا عايزين. اوزعها بس كويس عشان ما تتحرقش، وفي نفس الوقت العيش كله ياخد من الزبده. انا عندي العيش بتاعي اهو، فتحته زي ما احنا شايفين. تمام، هحط الجزء ده على الزبده. طبعا حسب الطاسه عندك تاخد قد ايه وحسب الكميه اللي انت عاملاها. بس انا بحضر العيش الاول علشان اول ما البرجر يستوي بسماش اقوم طالعه بيه سخن على طول على العيش. انا كده حضرت عندي الشغل كله، وبخلي سوى اللحمه ده اخر حاجه. ده الكباس اللي بضغط عليه على اللحمه بتاعه البرجر. طبعا لو عندك اي حاجه، اي طاسه مسطحه من تحت، اي غطا يعني من تحت مسطح كده فلات، كل حاجه بتنفع. كده هبدا اشيل العيش بتاعي. زي ما احنا شايفين اهو، شايفين لونه تحفه ازاي. الموضوع ده بقى والحركه البسيطه دي بتودي الطعم في حته خطيره، ده فعلا بجد يعني. هبدا دلوقتي بقى اهم خطوه في الموضوع كله. جبت الطاسه نظيفه زي الفل، هحط عليها سنه زيت صغيره قوي. اوزع الزيت كويس، مش عايزه زيت يبقى زياده يعني، حتى لو زياده هفضيه على فكره. مجرد بس على فكره لو عندك اللي هي الفرشه اللي بتدهن بيها الطاسه، بندهن بيها الطاسه، ممكن تحطي بيها زيت كده وتمام كفايه. ده كده زيت كتير، انا هنقصه شويه. هبدا احط انا عندي مساحه الطاسه تسمح ان انا احط 2 أو 3 كمان. انا هجرب الاول احط 2 واضغط. طبعا انا ما عنديش ورق زبده، لو عندي ورق زبده كنت احط الاول ورقه زبده وبعد كده اضغط بالمكبس بتاعي. انزل بسنه ملح وفلفل صغيره. طبعا احنا فاكرين ان احنا ما حطيناش حاجه على اللحمه خالص. تمام، الطش بتاعنا سنه توم بودره وسنه بصل بودره. ادي البصل بودره. ابدا بقى اراقب بس ان هي تكون امتى استوت من تحت عشان ابدا اقلبها الناحيه التانيه. الموضوع بياخد معانا دقيقه ونص تقريبا وبتكون من تحت استوت وزي الفل.
كده تمام. بدأت تستوي من الناحية التانية، هبدأ اقلبها. واو، بسرعة ونازلة بحتة الملح والفلفل بتاعتي برضو. هبدأ احط الجبنة بتاعتي. طبعا بحب النوع دون، لو عايزة تستخدمي اي نوع جبنة تاني تمام جدا. كده لما الجبنة تبقى بمنظرها كده يبقى هي من تحت كمان استوت. هقوم رافعة واحدة احطها على التانية. بسرعة اخدها عشان اعمل احلى ساندوتش. يلا بينا. ده الظهر بتاع العيش عندي، هقوم نازله عليه بالصوص بتاع البرجر. انا عندي برجر صوص تمام. طبعا تحطي اي صوص انت عايزاه. بعد كده اقوم نازله باحلى سماش برجر في الدنيا. نديله بقى حبه البصل المكرمل بتوعي، والتشيز صوص الجبنه المتين، والتشيز صوص الجبنه المتين اهو. واو، ده بقى احلى ساندويتش عندي سماش برجر في الدنيا. وكده نبقى عملنا احلى سماش برجر في الدنيا، واطعم والذ حاجه ما حصلتش. يلا بسرعه اعملوه وقولوا لي رايكم، بجد مستنيه رايكم وهيفرق معايا قوي. الف هنا وشفا ليكم.